ما وحشكوش الجمهور، الجمهور الحقيقي، الجمهور اللي بيرج الملعب، الجمهور اللي بيبقى عامل حالة وليلة، الأجواء، الألعاب النارية، الزعيق، الهتاف، الحاجات التحضيرات اللي قبل الماتش، المسيرات. ما وحشكش؟ ما وحشك؟ أنا وحشني قوي كمان. مان، مساء الفل، عاملين إيه؟ إيه الأخبار؟ خلينا نتكلم النهاردة عن حاجة بقت بعيدة قوي عن ملاعبنا، بس ابتدينا نرجع نشم ريحتها تاني. الجمهور يا جماعة، جزء كبير من اللعبة دي الجمهور هو أساس متعة كرة القدم، وكل الألعاب كمان مش كرة القدم بس. أنا وحشني الجمهور جدا. أنا كله كان بيتكلم وهو بيتابع الشامبيونز ليج السنة دي الأسبوع اللي فات عن قد إيه متعة الماتشات، وواو على ماتش الريال، والله على أداء البايرن، ويا على اللي كان بيعمله برشلونة. بس كان في حاجة أجمل من كل ده. حد خد باله من المسيرة بتاعت جمهور باريس سان جيرمان في قلب مدينة ليفربول، اللي مشيت من قلب الجناين بتاعت ليفربول لغاية ما وصلت الملعب مولعة الشماريخ. ريخ، منظر رهيب. 2000 او كانوا في حدود ما بين 2000 ل 4000 مشجع، بس كانوا حالة مرعبة. بلاش استقبال الحافلة بتاعت ليفربول وهي داخلة الملعب. انت مش شايف اللون، العاب النهائيه باللون الاحمر عمياك. انا لو لاعب انا فهمت لعيبه ليفربول كانت بتلعب بكل عافيه ليه. خسرت 2-0 بس كانت قريبه انها ترجع، رغم انها بتقدم اسوأ مواسمها. بس الحاله اللي عملتها الجمهور، الحاله اللي عملتها مدينه كامله بتشجع، جمهور كامل من بيطلع، بيبقى مع الفريق، سواء هيبقى جوه الملعب ولا هيتفرج بره الملعب. بس في حاله شايفين صوره الجمهور، شايفين الشكل عامل ازاي. زي امتى ده هيبقى موجود عندنا تاني؟ احنا اخر حاجه كانت اما بيبقى في سفريه وماتش في بورسعيد، او ماتش في اسماعيليه، او ماتش في اسكندريه، والجمهور يتجمع ويطلعوا بحفلات. ما كناش بنعمل حاجه شبه زي دي بالظبط، بس كان في نفس. يا جدع، الجمهور وهو رايح الماتش في المترو وبيغني في قلب محطات المترو وقلب عربيات المترو. في حاله يا جماعه، حاله ما عادتش موجوده في جمهورنا، ما عادتش موجوده في ملاعبنا، ما عادتش موجوده في مدننا. يعني اخر احتفال في الشوارع كان في افريقيا في 2006 و8 و10. احنا بعاد قوي. بلاش يا سيدي ليفربول، هتقول لي مع ليفربول بتاع. شايف منظر الاستقبال بتاع الحافله بتاع اتلتيكو، شايف منظر المدينه. يا جماعه، حاله الجمهور رهيبه، الجمهور فيها حاله، الجمهور ومش مجرد دخله. دخلت ماتش الزمالك كانت حلوه، وعشان كده احنا بنشجع جمهور الزمالك وبنتكلم عنه كتير من اخر 10 15 ماتش والحاله اللي هو عاملها. بس في الاخر جو اللي هو 1000 واحد في كورنر، مش ده عمليه الاستاد بتاع. بس لسه لسه الجمهور مش في الملعب بس، الجمهور حاله كامله. برضو اما الجمهور الاهلي عمل تشجيع قوي في ماتش سموحه ورجع الفريق بايده، برضه دعمناه بس، وكان شكله حلو بقى. اللي هي يا روح الزمن الجميل هفهفي، بس محتاجين اكتر، ومحتاجين الناس دي يتفتح لها مساحه اكتر. وعارف ان مش كله بمزاج الجمهور، وعارف ان في حاجات غصب عن الجمهور. بس يعني من الكل يا ريت. انتوا شايفين بره عامله ازاي؟ مفيش حاجه اسمها تقول للجمهور يشجع ازاي. يا جماعه والله العظيم اختراع فاشل يا جماعه، والله ما نافعه. مفيش حاجه اسمها جمهور يتقال له يشجع ازاي. مفيش حاجه اسمها فرض وصاية على الجماهير. مفيش حاجه اسمها يقول لك احنا هنشجع بقيم الاسره، نشجع بالادب. بص ما تهتش كده. لا، كل الجمهور بيشتم، وكل الجمهور بيولع شماريخ، وكل الجمهور بيبقى فيه جزء شغب. ده طبيعي، دي جزء من اللعبه. لعبه مش عايزين يحصل كويس ثاني زي اللي حصل، بس في نفس الوقت مش عايزين يبقى مفيش تشجيع خالص. مش عايزين شويه يبقى الجمهور مجرد ناس بتحضر. انا بقى اقصى امنيات حياتي اتفرج على ماتش باسكت، عشان النزاع كده والنكش ما بين جمهور الاهلي وجمهور الاتحاد، بن حميد وشكل من ناحيه، وجمهور الاهلي من ناحيه تانية. حتى دي بقينا بنقفل عليها، وبقينا بنقول يحضر 100 واحد من هنا، و100 واحد من هنا، 500 واحد من هنا، 500 واحد من هنا، او نعمل للماتشات في قاعه العاصمه الاداريه عشان ما حدش يروح. طب ايه يعني؟ لا مش كده يعني. دون نفس، الجمهور هو متعه كره القدم، وهو اللي هينقل اللعبه دي في حته تانية. احنا في امس الحاجه ان احنا نرجع نشوف جمهور. بص، بقيت بغير من ماتشات اوروبا.
بقيت باتفرّج واتحسّر من اللي بيعمله الجمهور، فيعني أتمنى إن ده يرجع عندنا قريب تاني.